المغاربة لا يغرنك تصورهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه. فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بالسوء، أرضهم وإلا حرقتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقت عليك دنياك، وهم صخر. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأكارم. عدد اليوم نبدأه برياض محرز، هذا الجزائري الساطع، هذا النجم الكبير الذي تلألأ الموسم الماضي في سماء البريمير ليج، هذا النجم العظيم الذي صال وجال وسجل وراوغ ومرر وفعل كل شيء، وفاز في آخر المطاف بدوري أبطال أوروبا، بالدوري الإنجليزي وبكأس الرابطة الإنجليزية، ولم يخسر ولا مباراة مع المنتخب الجزائري طيلة عام كامل. هذا النجم الكبير وجد نفسه خارج قائمة ترشيحات الكاف لجائزة أفضل لاعب إفريقي هذا الموسم. الجائزة الأولية كان يتواجد بها رياض محرز، ولكن القائمة النهائية التي ضمت 3 أسماء عرفت استبعاد رياض محرز في مفاجأة كبيرة ومدوية لم يكن ينتظرها أحد. قائمة الكاف يا أمين ضمت 3 لاعبين، أولهم المصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والمغربي أشرف حكيمي. أمين، يبدو أن مسلسل اختطاف الكاف من طرف عصابة معينة ما زال متواصلا، فضائح الكاف تتوالى يوما بعد يوم. الجميع تفاجأ باستبعاد واحد من أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2023. أولا لا أسميها جوائز الكاف وإنما مهازل الكاف، فهذا الأمر لا يرقى أبدا لأن يكون جوائز تعبر عن قارة بحجم القارة الإفريقية. ثانيا، حين تشاهد أو حين تستعرض أرقام رياض محرز وألقاب رياض محرز، 19 هدف، 12 تمريرة حاسمة، ثلاثية مع ناديه مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم تدرك لوهلة أنه غير موجود في قائمة الترشيحات. فما الذي ستعتقده بطريقة أوتوماتيكية؟ ستعتقد أو تظن أن محرز ينافس يوهان كريف وبولي ومارادونا حتى لا يكون موجودا في هذه القائمة. كيف يفكر القائمون على الاتحادية الإفريقية؟ هذا عداء أعتبره مجاهرة بالعداء لكرة القدم الجزائرية وللجزائر ككل. من غير المعقول أن لا يتواجد رياض محرز في قائمة المرشحين، وهو أبرز مرشح للتتويج باللقب. حين نستعرض الألقاب والإحصائيات محرز هو الأفضل، إلا إن كانت هناك لغة أخرى يتكلم بها القائمون على الاتحادية الإفريقية، وهذا مؤكد، هي لغة الفساد، هي اللغة التي يفهمها القائمون حاليا على الكرة الإفريقية، الذين يبدو أنهم لا زالوا يقبعون تحت طائلة الاستعمار. ميدو، يعني حتى لو كنت تعادي الجزائر، حتى لو كنت تعادي رياض محرز، حتى لو كنت تعادي الشعب الجزائري، لو كانت يعني في وجهك ذرة حياة لما استطعت أن تبعد محرز هكذا من القائمة النهائية. يعني أبرز مرشح بالإحصائيات، بالألقاب، بالأداء، بكل شيء، يعني تنتزعه من هذه القائمة التي ضمت رياضيين مع احترامنا لهم لم يفعلوا أي شيء الموسم الماضي. أعتقد ما هوش أمر غريب بالنسبة للاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي يفهم كرة القدم بطريقة مختلفة. تالمون كي سون جيني، يعني بالنظر إلى منزعج يعني. لا، ليس منزعج، بالنظر إلى أنهم فقهاء لدرجة كبيرة جدا. أولا المعايير التي يتم اختيار بها أفضل لاعب في إفريقيا وقائمة ما هيش معايير واضحة. مثلا نعطيك مثلا، قال لك عندنا لجنة فنيين وخبراء وإعلاميين هم أفضل من الفيفا، هي التي تتكفل بالاختيار. جائزة ذا بيست مثلا 25% لقادة المنتخبات الوطنية، 25% من تصويت مدربي المنتخبات الوطنية، 25% من صحفيين مختارين،
و25% للجماهير. نعم. هذه معايير واضحة. نعم. جائزة أفضل لاعب في العالم فرنس فوتبول الكرة الذهبية، هنالك 54 صحفي على ما أعتقد موزعين في العالم أو أكثر، يعني صحفيين مختارين من طرف مجلة فرنس فوتبول يصوتون، والصوت الأول ينال 6 نقاط، والصوت الثاني ينال 4 نقاط و3 نقاط، والصوت الثالث ينال نقطة واحدة. يعني هنا عندك شكون تلوم. مثلا في المرة الأخيرة الجميع لام من صوت لميسي لأنه صوت له فقط من أجل كأس العالم. هنا طريقة اللوم واضحة وواضحة جدا، يعني معايير واضحة. ما هي المعايير في الاتحاد الإفريقي لاختيار الأسماء؟ تصور أنه لما كنا نتحدث في المرة الماضية تم إبعاد فارس شايبي. هل فارس شايبي من ركز جنسية لي على محرز وبعد أوروبي ذلك وبعد المنتخب الجزائري، وصولا إلى إبعاد رياض محرز تماما من جائزة. هما يعني مثل ما يقول إخواننا المصريين، هم اختشوا، يعني حشموا برك ينحيوها أيضا من القائمة الأولية اللي كانت تضم، لأنه نعم. لما تنزع اللاعب من القائمة النهائية اللي فيها 3 أسماء كنت تنزعه نعم. من الأول أفضل. لاعب فاز بكل شيء. الآن البعض يقول بأن الاتحاد الإفريقي أطلق النار على نفسه. الاتحاد الإفريقي الكاف صار مؤسسة يسخر منها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف وعبر البرامج التلفزيونية. يعني اسم رياض محرز أمس كان الأكثر تداولا، كان ترند في على موقع تويتر. يعني لماذا كل هذا العداء ضد رياض محرز؟ ليس ضد رياض محرز، إنما الاتحاد الإفريقي هو اتحاد فاسد، وقلتها في الكثير من المرات. قضية رياض محرز ليست قضية الفاسد، ليس هؤلاء لا يستحون. نعم. لأنه عندنا مثل يقول لك إن لم تستحي فافعل ما شئت. هؤلاء لا يستحون، لذلك يفعلون ما يشاءون. نعم. الاتحاد الإفريقي منذ سنوات طويلة وهو متورط في قضايا فساد في بيع حقوق، فساد في تعيين المنتخب، في تعيين الدول التي تنظم كأس إفريقيا. هل تعتقد بأنه من الطبيعي أنه يتم منح كأس إفريقيا 2027 لأوغندا وتنزانيا وغيره؟ لذلك أعتقد أنا شخصيا بأنه إبعاد رياض محرز وإبعاد اتحاد العاصمة هو شيء من هو تكملة لخطة ممنهجة منذ 3 سنوات الأخيرة من طرف الاتحاد الإفريقي. والقادم الأمر سيكون المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، سنرى فضائح بالجملة. هل استبعاد رياض محرز من القائمة النهائية لجوائز الكاف ربما يكون له علاقة بانسحاب الجزائر مؤخرا من تنظيم أي منافسات إفريقية في السنوات القادمة، وخروج رئيس الاتحاد الجزائري الجديد ليقول بأنه ليس من أولوياتنا الآن أن ننظم منافسات إفريقية، وإنما الأولوية لإصلاح البيت من الداخل؟ محمد، بما أن كرة القدم بحر من المعرفة ومن المناصر البسيط إلى التقني البحت، لو تسمح لي أن أنزع سطرة التقني البحت وأن أرتدي سطرة المناصر البسيط. أرى أنه عدم إدراج رياض محرز هو إحباط لمعنوياته. ونعي جيدا أن رياض محرز يعتبر قائد المنتخب الوطني، هذه من جهة، ولما تحبط معنويات القائد والقائد التقني أيضا لأنه رياض محرز لعب في السيتي متوج بثلاثية، الآن شيئا فشيئا رويدا يسترجع مستواه المعهود. لنا كأس إفريقيا، نريد ضرب استقرار المنتخب الوطني الجزائري. تكلمنا في كل مرة عن المفاجآت الغير سارة التي ممكن أن نلتقي في نصف الطريق معها، ولكن الآن دخلنا في مرحلة أخرى وهي مرحلة الشك والاستغراب. محمد، هذا ما فيما يخص انسحاب الجزائر. ممكن الآن نحن على علم ما ينتظرنا في كأس إفريقيا المقبلة، وجمال بالماضي أيضا على علم وأشباله بهذا الشيء. نعم، شكرا جزيلا لك أمين. نستسمحك لأن الناقد الرياضي المصري المعروف أحمد الهواري يلتحق بنا في هذه اللحظات. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد عبر قناة الهداف. تحياتي ليك أستاذ محمد، برحب بيك، برحب بضيوفك وكل متابعينكم. بتشرف بوجودي في قناة الهداف لما لها من انتشار واسع في الشرق الأوسط.
نعم، أهلا وسهلا بك من جديد. نريد أن نبدأ بالقائمة النهائية للكاف التي رشحت من خلالها 3 أسماء: محمد صلاح، فيكتور أوسيمين، وأشرف حكيمي، للتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي. كيف استقبلتم أنتم في مسألة ترشيح صلاح وإبعاد رياض محرز عن هذه الجائزة؟ يعني دائما اختيارات الكاف أو قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عليها علامات استفهام كبيرة جدا. يعني أرى ترشح صلاح أو وجود ترشيح اسم محمد صلاح ضمن الأسماء هو أمر منطقي لما حققه اللاعب ويحققه كل موسم من إنجازات فردية، لكن أثار يعني اندهاش جماهير العربية في كل مكان، ليس الجماهير الجزائرية فقط. خروج النجم العربي رياض محرز من القائمة المختصرة، اللاعب في الموسم الماضي حقق إنجازات كبيرة جدا، ساهم في تتويج سيتي بالبريمير ليج، تشامبيونز ليج، كأس الرابطة، يعني أكثر من لقب ساهم فيه نجمنا العربي. فكان علامات استفهام كبيرة جدا من الجماهير العربية في كل مكان، ليس الجماهير الجزائرية فقط، أيضا كمان الجمهور المصري. يعني اختيار أو عدم تواجد يعني رياض محرز ضمن القائمة المختصرة أثار اندهاشي بشكل شخصي، وما أثار اندهاشي بشكل أكبر هو أيضا خروج نادي اتحاد العاصمة، يعني تواجد الكابتن عبد الحق بن شيخة لما حققه من إنجاز بقيادة الفريق للقب الكونفدرالية وأيضا لقب السوبر الأفريقي، ومن ثم الفريق الذي حقق اللقبين خارج الترشيحات. دي كانت بالنسبة لي غريبة شوية، إن الفريق نفسه خارج الترشيحات وتواجد المدير الفني، يعني معادلة غريبة. المدير الفني متواجد والفريق الذي حقق اللقب غير متواجد. كابتن عبد الحق بن شيخة يستحق التواجد في القائمة المختصرة، لكن أرى أيضا أن نادي اتحاد العاصمة كان يستحق لما حققوا من لقبين مميزين خلال الموسم الماضي. يعني زي ما قلت لك الكل بيندهش دائما من اختيارات الكاف. زي ما كنتوا بتتكلموا وتابعتكم ايضا الكاف كان بيقول ان في لجنه بيتم من خلالها الاختيار وفقا ل يعني رؤيتها. نحتاج لنرى او نعلم من هم اعضاء هذه اللجنه، كيف يتم اختيار اعضاء هذه اللجنه، هل هم نجوم سابقين في كره القدم، هل هم نجوم في الإعلام الرياضي لهم نظرة في الاختيار، وعلى أي شيء يتم الاستناد أو يتم الاختيار ويتم تقليص القائمة النهائية لقائمة مختصرة تضم 3 لاعبين فقط أو 3 أندية فقط. يعني كعادة الاتحاد الأفريقي كما تعودنا معه أن هو دائما يعني يثير الاندهاش، يثير يعني الاستغراب فيما يخص قراراته. نعم أستاذ أحمد، يعني لو سألتك عن رأيك الشخصي، من هم اللاعبون الأفارقة 3 الذين يستحقون فعلا التنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي هذا الموسم؟ يعني أنا كنت أتوقع أن وجود محمد صلاح أراه طبيعي، وجود حكيمي أيضا لما يعني قدمه وساهم مع المنتخب المغربي، وأرى أيضا أن إنجازات رياض محرز مع السيتي كانت تشفع له في التواجد ضمن القائمة في المختصرة التي تضم 3 أسماء فقط قبل الإعلان عن الاسم. نعم. يفوز من يفوز بين ال3 أسماء. نعم. ولكن أنا أرى أن هناك حسابات في التقليص القائمة المختصرة. السؤال للاتحاد الأفريقي، هل هناك أزمة بأن ال3 لعيبة اللي يكونوا في القائمة المختصرة لعيبة عرب؟ يعني هل هناك أزمة في ذلك؟ ما أعتقدش أن هو يعني في حسابات مختلفة في الاختيار. ما هو بنختار بناء على أرقام فردية أو بنختار على ما قدمه اللاعب مع منتخب بلاده. يعني نعم. أعتقد هناك محتاجين إجابة على السؤال للاتحاد الأفريقي كيف يتم الاختيار.
أستاذ أحمد، دعنا نتفق بأن محمد صلاح هو قيمة ثابتة لا ينكرها أحد، يعني من الناحية الفنية هو واحد من أفضل لاعبين في العالم، سريع جدا، واحد من نجوم البريمير ليج. ولكن من ناحية الألقاب سواء الجماعية أو الفردية محمد صلاح لم يتحصل على شيء، ولم يستطع حتى قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم. يعني ما هو السبب الذي يدعو الكاف إلى ترشيح محمد صلاح؟ قلت لك رغم أننا نتفق بأنه كقيمة فنية هذا أمر لا ينكره إلا حاسد أو جاحد، ولكن من ناحية الألقاب سواء الفردية أو الجماعية لم يحقق شيئا صلاح. أتفق معاك، لكن صلاح استطاع أن يصل بمنتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية، استطاع الوصول إلى المباراة النهائية. نحن نتحدث عن عام 2023 أستاذ أحمد. أنا أعلم من 2023، لكن إنجازات محمد صلاح كمان على المستوى الفردي، أنا بتكلم في الجزء الدولي فيما يخص محمد صلاح. محمد صلاح بيحقق إنجازات مع منتخب مصر دائما، لكن على المستوى الفردي في الموسم المنقضي 2023 محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي حقق إنجازات على المستوى الفردي. أي نعم الفريق لم يحقق ألقاب أو صلاح يساهم في ألقاب، لكن محمد صلاح دائما بيحقق ألقاب فردية. حتى لو ليفربول لم يحقق بطولات، محمد صلاح كان منافس شرس دائما على لقب هداف الدوري الإنجليزي. محمد صلاح دائما بيتم اختياره في الدوري الإنجليزي من أفضل اللاعبين، سواء كمان في الاختيارات الجماهيرية أو اختيارات الإعلام الإنجليزي. يعني لا، محمد صلاح لو بنتكلم على الأرقام الفردية، لا أعتقد أن اختياره أمر طبيعي، أمر لا يثير الاندهاش. من تتوقع أن يفوز بهذه الجائزة؟ أعتقد أن الأقرب ممكن يكون أشرف حكيمي، لما يعني ساهم فيه من وصول منتخب المغرب لنقطة بعيدة جدا في المونديال. أعتقد أنه ممكن يكون الأقرب أشرف حكيمي. نعم. الناقد الرياضي المصري أحمد الهواري، شكرا جزيلا لك. أشكرك، وتحياتي ليك وتحياتي للكابتن عودية، وبنقل له تحياتي الجماهير المصرية وجماهير نادي الزمالك. شكرا جزيلا. تعرف بأنه اسم الهواري منتشر كثيرا في مدينة وهران الجزائرية وخاصة الغرب الجزائري؟ في ربوع مصر. أتشرف بذلك. نعم. مصر أو في الجزائر. شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي المصري أحمد الهواري، كنت معنا مباشرة من القاهرة. إذن ميدو، سمعت لما قاله أحمد الهواري، قال لك ترشيح صلاح منطقي ومنطقي جدا بحكم القيمة الثابتة لمحمد صلاح، والذي أدى موسما مقبولا للغاية مع ليفربول. لا، أولا أنا على كل حال هذا يبقى رأيه لكل شخص، خاصة الصحفي ونحترمه، لكل واحد منا رأيه الشخصي، لكن أنا رأيي مخالف لما قاله، خاصة في نقطة محمد صلاح. اللاعب لم يحقق لا لقب الدوري الإنجليزي ولا يعني من الجانب الشخصي لا هداف الدوري الإنجليزي ولا أي لقب فردي آخر، ما عدا جائزة أفضل لاعب في العام بتصويت الأنصار. يعني أي واحد بإمكانه أن يصوت، كلنا نصوت. اليوم لو كان مازال محرز نروح نصوتوا إحنا لزالجيريين أيضا من أجل تتويج محرز بجائزة أفضل لاعب في العام، في وقت أنه هالاند الموسم الماضي مشى فوق الدوري الإنجليزي بإحصائياته رفقة كل لاعبي مانشستر سيتي. لكن أنك تنزع فيكتور أوسيمين وتحط صالح، لا، فيكتور أوسيمين أحق. لو كان جات يعني نحينا كأس العالم من الحسابات، حكيمي لا يترشح، هذا أولا. ومحمد صلاح ترشيحه اعتقد بالنسبه لي مع احترامات اللاعب، انا اتحدث عن الموسم 2022 2023، اللاعب لا يستحق ان يرشح للجائزه لانه لم يفعل اي شيء لا فرديا ولا جماعيا بصفر. لا، حتى ليفربول لم يتاهل لدوري ابطال اوروبا، لا الموسم هذا يلعب الأوروبا ليج. أوسيمين هداف الدوري الإيطالي وقدم موسم رائع جدا مع نابولي، هو بطل الدوري الإيطالي. من جانب آخر أشرف حكيمي، تقول لي يتم وضعه في قائمة أفضل 3 لاعبين بسبب تتويجه بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، ممكن نقول لك أوكي، لكن كأس العالم
هذه ما نوليوش لو ميم بروبليم اللي كان في الكره الذهبيه تحسب كاس العالم ام لا. الاتحاد لذلك قلت لك قبل قليل بانه الاتحاد يخدم في الفلو، يخدموا في الضبابيه، لانه ما عندهمش معايير ثابته لاختيار افضل لاعبين. انا بالنسبه لي اعتقد بان القائمه كان من المفروض ان يكون فيها اوسيمين بطل الدوري الايطالي وهداف الدوري الايطالي، فيها حكيمي ان تم احتساب لقب الدوري الفرنسي، أو ياسين بونو. ياسين بونو أحق من حكيمي، توج بلقب أوروبي وهو اليوروبا ليج مع نادي إشبيلية، وفي كأس العالم كان أفضل لاعب في المنتخب المغربي. وفي كأس العالم كنا نزيدوا نحسبوا كأس العالم كان أفضل لاعب مغربي في كأس العالم. ورياض محرز عدم وجوده أنا بالنسبة لي جريمة، ولو أن الاتحاد الإفريقي هو معروف بالجرائم في الاختيار ومعروف بالتفجيرات في الاختيار والعمليات وكل شيء، إن قلبته على مقاومة فهو شديد التفجيرات. عدم اختيار رياض محرز أنا بالنسبة لي سان كريم. نعم سان كريم. يعني العملية تمت في الأروقة المظلمة للكاف وكانت هذه هي النتيجة. أمين. أكيد محمد، يا اختيارات أنا لا أحد يستطيع أن يقنعني بأن الاختيارات تمت بشفافية من طرف لجنة مختصة. أعطينا إحصائيات هؤلاء اللاعبين. نعم نعطيك الإحصائيات. أولا فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي في الموسم الماضي الألقاب، توج بالدوري الإيطالي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولو أن هذا يعد إنجاز وليس ربع نهائي، يقصي أمام ميلان وميلان لعب ربع نهائي. نعم ربع نهائي، ولو أنه هذا إنجاز وليس لقبا. فرديا عنده 26 هدف في دوري إيطالي، هو دوري صعب جدا، قوي بدنيا قوي دفاعيا، يعني 4 تمريرات حاسمة. كنتيجة فيكتور أوسيمين يستحق تواجد في أكيد. قائمة الثلاثة. أكيد. نعم. أشرف حكيمي. إلى أشرف حكيمي، إحصائياته كأرقام هو ظاهر أيمن تعد مقبولة، 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بما أنه ظاهر أيمن فإحصائياته مقبولة إلى حد بعيد. الألقاب بطل الدوري الفرنسي الذي يصنف حاليا في المركز السابع كأفضل دوري. واحدة من أسوأ مواسم البي اس جي الموسم الماضي، يعني لما خرج مذموما مدحورا من رابطة أبطال أوروبا. نعم. الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم هو إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي ولأشرف حكيمي، ولكن أشرف حكيمي لم يسجل الكثير من الأهداف وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة، لم يكن حاسما في المباريات، لم يؤهل المنتخب المغربي إلى الدور من الأدوار الإقصائية بهدف في الدقائق الأخيرة مثلا. متفقون بأنه ياسين بونو كان أفضل منه في كأس العالم. ياسين بونو كان نور الدين مرابط. نعم نور الدين مرابط أيضا كان أحق بالتواجد ضمن هذه القائمة. قلت لك إحصائيا رياض محرز. محمد صلاح. نعم محمد صلاح عنده المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، لم يتأهل إلى المركز الخامس لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ما عنده ولا لقب محمد، ما عنده ولا لقب. عنده أهداف سجلها 19 هدف و12 تمريرة حاسمة. نعم مساهم في 31 هدف. هي أرقام كبيرة وعادية بالنسبة لنجم مثل محمد صلاح الذي تعودنا أن نشاهده دائما ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي. ولكن بالموازنة بين الأرقام والألقاب رياض محرز أحسنهم جميعا. رياض محرز محمد عنده الدوري الإنجليزي الممتاز، عنده كأس الاتحاد الإنجليزي، عنده دوري أبطال أوروبا، 17 هدف و19 تمريرة حاسمة. أمين خلينا نذكر عنده أغلى لقب في أوروبا اللي هو دوري أبطال أوروبا. عنده الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، وعنده أيضا كأس الرابطة الإنجليزية، وأيضا مسجل 17 هدف ومقدم 19 تمريرة حاسمة في المجموع، 36 مساهمة. وعنده إحصائية أخرى أنه لم يخسر مع المنتخب الوطني الجزائري. نعم. ربما الحاقدون والحاسدون أمين يروجون بأنه رياض محرز لم يلعب الكثير من المباريات رفقة مانشستر سيتي الموسم الماضي ولم يساهم بشكل كبير في دوري الأبطال. طبعا هذه خرافات وترهات، يعني ما تلعبش مباراة أو مباراتين أو 4 مباريات، هذا أمر طبيعي. شاهدنا عملية تدوير واسعة في مانشستر سيتي. 19 هدف تمريرة حاسمة سجلهم في الأحلام، وكان يروح يدير الرجبي، يلعب الرجبي يقدم تمريرات حاسمة ويسجل. هذه هي. ثم العبرة بالخواتيم يا جماعة. إذا كان رياض محرز لم يلعب
ومثل ما يحاول أن يروج له البعض كان في أغلب المباريات في دكة الاحتياط، فكيف استطاع أن يسجل 17 هدف ويقدم 19 تمريرة 36 مساهمة حاسمة، يعني 36 مساهمة. اللاعب الأكثر يعني مساهمة دعونا من بين هذه كل المرشحين. نعم تفضل أمل. قلت لك أكثر مساهمة في الأهداف من بين كل المرشحين الثلاث الذين شاهدنا نجوما جاءوا في كبار قائمة. الموسم الماضي موجودين في الدكة في مانشستر سيتي. معروف غوارديولا أنه في كل مباراة يقوم بتدوير تشكيلة. هذا لو لاعب إفريقي آخر لم يلعب أبدا في رابطة الأبطال منذ الدور الأول وتوج برابطة أبطال أوروبا أو برابطة أبطال أوروبا، ما كانش الاتحاد الإفريقي يديروا في قائمة الثالث. سنة 2011 2012 ديدي دروغبا كما يقول قاد تشيلسي لملحمة تاريخية، المتوج بالكرة الذهبية الإفريقية. يعني نريد أن يا سوري بدون أي بدون لقب دوري أبطال أوروبا في وقت نريد أن نتساءل فقط عن طريقة عمل هذه اللجنة وآلية اختيار هؤلاء اللاعبين. يعني لو تحسب بالألقاب الجماعية رياض محرز هو الأول، لو تحسب بالمساهمات في الأهداف وفي التمريرات الحاسمة رياض محرز هو الأول. يعني حتى أخلاقيا لا يمكنك أن تبعد رياض محرز من هذه القائمة. يعني جريمة، فضيحة، عمل غير أخلاقي، عمل لا يمت للروح الرياضية بصلة. عندك مشاكل مع الجزائر أو عندك مشاكل مع المنتخب الجزائري، هذا لا يدفع ثمنه رياض محرز الذي يعتبر ربما الأحق هذا الموسم للفوز بالكرة الذهبية. محمد، خرجنا من مرحلة التساؤلات ودخلنا مرحلة الشك الآن. مرحلة الشك، أنا أشك في سلوكيات هذه الهيئة، أشك فيها بشدة، فلهذا لا مجال للمقارنة. لما تشوف رياض محرز سواء السنة اللي فاتت أو حتى السنة اللي ما قبل، رياض محرز مساهم، لاعب مؤثر سواء في مانشستر سيتي، قائد تقني ايضا. ونرى مانشستر سيتي ومشاكلها التقنيه هذا الموسم مع غوارديولا، ولو انه غوارديولا يعتبر واحد من احسن المدربين في العالم، ولكن توجد بعض المشاكل التقنيه في الفريق الان. ونرى جيدا انه مانشستر سيتي في هذا الموسم اربع لماذا تصر الكاف في كل مره ان تطعن نفسها، ان تطعن مصداقيتها، ان تظهر امام العالم بشكل مثير للسخرية، بشكل مثير للإشمئزاز؟ لماذا تريد الكاف أن ترسم هذه الصورة القبيحة لنفسها؟ لضرب استقرار بعض المنتخبات التي ممكن أنها مثلا لو نتكلم عن المنتخب الجزائري محمد، نعم، ألا ترى بأنه إقصاء رياض محرز من هذا الثلاثي يعتبر ضربة موجعة أيضا للمنتخب الوطني؟ أنا أراها من منظار التقني البحت محمد. بما أنك أنا لا أراها أي ضربة موجعة للمنتخب. الجانب الإيجابي ممكن محرز يقدم كأس أفريقيا في المستوى أنا أراها فضيحة بالنسبة للكاف قبل المنافسة. محرز كيف رد عليهم؟ أمين، أعطينا ستوري الذي نشره رياض محرز أمس بعد الإعلان عن القائمة النهائية لجوائز الكاف. رياض محرز نشر ستوري لفنياته، لأهدافه، لإنجازاته الموسم الماضي، يعني صورة معبرة يشير إليهم بالسكوت، ولو أن الصورة التي تكون معبرة أكثر لو أشار لهم بالمنظار، يعني أين أعينكم، بأي منظور ترون كرة قدم. حقيقة محمد صحيح أنه رياض محرز لما يقوم بهذه الأشياء لرفع معنوياتها أيضا بدرجة أكبر، لأنه لما تقول لي أنك لم يتم إدراجك، لو نعود قليلا إلى الوراء نرى بأن رياض محرز قبل ما يكون التصنيف النهائي لثلاثي قام بتصريحات محمد وكأنه كان على دراية وعلى علم بأن هناك شيء يطبخ إلى أنتيسيبي. نعم. قبل ما يصدر ثلاثي سواء أوزيمان صلاح أو حتى حكيمي، رياض محرز قام بإدلاء تصريحات أسبوع على ما أظن. نعم. 4 أيام من قبل. نعم. فلهذا ترى بأنه ممكن تقول لي ما تأثرش، تأثر على معنوياتك محمد. أنا أقول لك ما تأثرش، ونقول لك بأن ربما الكاف خدمت محرز بهذا الإقصاء. كل العالم تضامن مع رياض محرز، صحف عالمية، مواقع إلكترونية، صحف عربية، الجميع يتساءل كيف ولماذا ومتى وأين وإلى لماذا يعني هذا الأسئلة 7 رياض محرز. هذه قناة LMC الشهيرة. نعم
عنوان بكلمتين معبر. نعم. أبسون. محرز لماذا؟ الآن فاز باحترام العالم، والكاف خسرت مصداقيتها أمام الجميع. من الفائز؟ محرز هو الفائز. أنا أعتقد أن لكي تخسر. لا الكاف الآن خسرت مصداقيتها أكثر وأكثر، وصارت أضحوكة في العالم. اسمع، الاتحاد الإفريقي في وقت حياته تذكر جيدا كأس إفريقيا 2015 في غينيا الاستوائية، كيف أقصي المنتخب التونسي أمام منتخب غينيا الاستوائية في الربع النهائي وقدموا له ركلة جزاء. كأس إفريقيا متابعة من العالم بأسره لأنها منافسة كبيرة، صحيح من حيث المستوى هي كبيرة، من حيث الأخلاقيات والتنظيم وطريقة التنظيم هي في أسفل السفينة. لكن هل تتذكرون كيف أقصي المنتخب التونسي أمام أعين العالم في ربع نهائي كأس إفريقيا 2015 في غينيا الاستوائية بركلة جزاء خيالية صفرها الحكم وقدمها عيسى حياته كهدية للمنتخب غينيا الاستوائية بسبب قبول تنظيم كأس إفريقيا في آخر المطاف. كأس الاتحاد الإفريقي في الجوائز الفردية في سنة 2012 أعطيتك مثلا ديدي دروغبا قاد من نادي تشيلسي، خرج به من تحت الرماد وقاده للقب قاده للقب دوري أبطال أوروبا. ممكن لو تعطينا فقط صورة المتواجدين في آخر سنوات. سنة 2012 توج يا توري بالكرة الذهبية، في حين أنه ديدي دروغبا كان الأحق بها الكرة الذهبية الإفريقية وتوج بها. الاتحاد الإفريقي تاريخ من الفساد، تاريخ طويل وما زال مستمر من الفساد. الاتحاد الإفريقي هو مصب نفايات الفيفا، وإلا لما فعلوا بهم ما يفعلونه بهم في كل مرة. اسمح لي فقط نكمل بخصوص كأس إفريقيا ومواعيد تنظيمها. هل بربكم اتحاد يحترم نفسه ينظم كأس إفريقيا في سنة هذه في هذه النسخة في شهر جونفي، وبعدها يدخل أنفانتينو يقول لهم لا ديروها في جوان، ويديروها في جوان بعد تجي كأس العالم للأندية؟ هل كأس العالم للأندية أقوى من منافسة قارية للمنتخبات؟ جاية كأس إفريقيا للمنتخبات في المغرب سنة 2025. أتحدى الاتحاد الإفريقي أن ينظمها في شهر جوان مناصفة مع كأس العالم للأندية، وأن يتم منح الاتحاد الإفريقي المنتخبات الإفريقية لاعبيها المحترفين في الأندية التي ستشارك في كأس العالم. ستنظم في شهر جوان من سنة 2025 في شهر جونفي من سنة 2026 ربما، انصياعا وخضوعا وخنوعا لجياني أنفانتينو اللي هو الرئيس الفعلي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الأفارقة هم هكذا منذ الأزل ولن يتغيروا، عقدتهم تبقى الجزائر. هل تتذكرون المشاكل التي عانتها الجزائر منذ الثمانينات مع هذا الاتحاد الإفريقي؟ من ينسى ما حدث ربما يتفاجأ مما يحدث حاليا، لكن لا أعتقد بأنه ما حدث هذه المرة سيكون آخر مرة. وانتظروا المفاجآت هنالك في بواكي للمنتخب الوطني من حيث التحكيم من حيث كل شيء هنالك في الكوت ديفوار من طرف اتحاد إفريقي. أعيدها وأقولها، هو التيرمينوس تاع الاتحادات العالمية، الاتحادات القارية في العالم. اتحاد فاسد ومرتشي وفيه كل الصفات الدنيئة التي يمكن أن نصفها. يمكن أن أتحدث لساعة متتالية وأنا أتحدث عن الاتحاد الإفريقي لأنه اتحاد فاسد. نعم، كنت أريد